السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا من جديد. معاكم سالي من قناة سالي هوم. النهاردة إن شاء الله فيديو جديد عن ترتيب وتنظيم المطبخ. عملنا الجزء الأول، آخر فيديو نزلته كان عن ترتيب وتنظيم المطبخ 4 أفكار، أتمنى تشوفيه كده وتستفادي منه. وده الجزء التاني من سلسلة تنظيم وترتيب المطبخ قبل رمضان. بس قبل ما أبدأ كده أحب إن أنا أنعي كل إخواتنا في سوريا وفي تركيا، الناس اللي توفت ربنا يرحمهم يا رب ويغفر لهم ويجعلهم من أهل الجنة يا رب، احتسبهم إن شاء الله من الشهداء، وربنا يا رب يصبر أهليهم وذويهم ويربط على قلوبهم يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. وأوصيكم يا جماعة ونفسي بتقوى الله والرجوع إلى الله. أكيد الزلزال ده يعني مش من فراغ، فمن كثرة الذنوب ومن كثرة المعاصي ربنا يا رب يتولانا برحمته ويغفر لنا ويردنا إليه ردا جميلا، اللهم آمين يا رب العالمين. نرجع بقى الفيديو النهارده ونصلي على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هابدأ كده بتنظيم الضلف اللي انتم شايفينها، اللي انتم كنتوا شايفينها دلوقتي مكركبة، فهاعمل لها كده شوية منظمات بكده من صنع إيدينا. أولًا ده كان ثبت كده عندي منظم كان محطوط جنب البوتاجاز، فاتلسع كده إيه زي ما انتم شايفينه، عمل الفتحة اللي هي فيه ديّة. فأنا طبعًا مش هارميه، أنا هاستفاد بيه وأعمل منه منظم لغطيان الحلل اللي عندي، تمام. هاجيب كده أستك، الأستك ديّة رخيصة جدًا، سعرها يعني حاجة يعني اللفة مش عارفة ب2 جنيه أو حاجة. فهابدأ كده أدخّل من الفتحات ديّة وأسيب ما بين كل واحدة والتانية مسافة مناسبة، يعني قد بعض بالضبط، وأدخّل كده رايح جاي لحد ما إيه، أعمل الفتحات ديّة اللي هي قصدي الحواجز ديّة، ويكون كده ما يكون ما بين كل واحدة والتانية مسافة مناسبة. أشد كده الحبل جامد علشان أنا مش عايزاه مرخي، عايزاه يكون قوي ومشدود جامد. هاربطه بقى كويس وأجمد عليه علشان خاطر إيه، ما يتفكش مننا أو الأستك يرخى مننا، أنا عايزاه يفضل مشدود، تمام. هاخلّص بقى كده وأقص الأستك الزيادة، ده كده شكله النهائي. ممكن بدل ما تستخدموا الأستك ده، ممكن برضه العصيان بتاعة الشيش طاووق تدخّلوها من كل ناحية لناحية كده، برضه هتبقى جامدة كويس. هنا بقى وأنا بانظّم فيه الغطيان بالشكل ده، فكرته سهلة وجميلة وما بياخدش وقت خالص. كمان ممكن زي ما قُلت لكم ننظّم فيه العلب بتاعة غطيان العلب بتاعة التلاجة. تاني فكرة النهارده بقى، كان عندي الكرتونة دي كانت بتاعة الكاتل اللي أنا كنت شارياه قريب، فقُلت برضه أستخدمها كده في تنظيم حاجات عندي في المطبخ. هاجيب الsticker ده وهابدأ أغلّفها بيه، زي ما قُلت لكم بقى الفيديو اللي فات، الاستيكرات ديّة سعرها مش غالي وبتدّي نتيجة حلوة أوي في أي حاجة عايزة تغلّفيها. كمان النوع اللي أنا باغلّف بيه الكرتونة ده أنا كنت جايباه، يعني ده يعتبر أرخص الأنواع يعني، هو مش قوي أوي بس بيلزق جامد على مثلًا علبة كرتون كده، لو بتغلّفي بيه أي حاجة بتغلّف كويس. جِبت قطعة كده برضه علشان خاطر تجمّد الأرضية بتاعة الكرتونة، عشان لمّا أحُط أي حاجة فيها من جوّه تبقى تستحمل كده وتبقى متينة معايا. خلّصت كده وهابدأ بقى إيه، أزيّنها كده بحاجة بسيطة. شريط البومبوم ده كان عندي بيتجاب برضه من عند بتاع الكُلَف والخيوط، رخيص ما هوّاش غالي، كان المتر باين بجنيه أو مش فاكرة بالضبط، ممكن يكون زاد شوية يعني. قصّيت كده الزيادة، ده بقى شكله. ده بقى شكله بقى هنستعمله في إيه، هننظّم بيه القطع بتاعة الخلاط الكِتْشن ماشين. آمم في حاجات بتبقى صغيّرة كده بنخاف لا تضيع وكده، أنا جمّعت كل الحاجات اللي هي لها علاقة بالحاجات اللي شبه كده وحطيتها فيه. الماكنة بتاعة البيتيفور، مفرمة اللحمة اللي هي بتاعة الكيتشن ماشين، آمم الإقماع بتاعة الحلواني ديّة، الحاجات دي كلّها، تمام. هاقفل بقى المنظم بتاعي كده وأحطه على جنب. وهاوريكم طبعًا في الآخر وأنا بانظم الضلفة كلّها على بعض، وأنا حطيت الحاجات دي إزاي في الضلفة. بس تابعوني لنهاية الفيديو، ولو أنتِ لسه بتشوفيني لحد الوقت ده اعملي لايك للفيديو واشتركي في القناة عشان يوصلِك الفيديوهات الجديدة أول بأول، وإن شاء الله كده أعمل لكم فيديوهات حلوة جدًا الفترة اللي جاية. ندخل على تالت فكرة بقى، تالت فكرة النهارده هنعمل منظم IKEA. آمم
بيتباع غالي. طب وليه؟ طب هو فكرته بسيطة جدًا، ما فيهاش أي حاجة، قطعة من الخشب و4 من قوايم كده ندقها فيها وبس كده بقى معانا المنظم بتاعنا. زي ما وريتكم كده في أول الفكرة ممكن تستخدمي اللي هي القطاعة الخشب لو باظت منِّك ممكن تعملي بيها نفس الفكرة دي. جبت قطعة الخشب كده ودقيت فيها زي ما أنتم شايفين كده ال4 جوانب. طبعًا الرجول بتبقى كلّها مقاس واحد، أنا مقطّعاها كلّها بالمنشار مقاس واحد، ودقيتها بالمسامير زي ما أنتم شايفين كده، بقى جامد وقوي. أنا في الأول جيت بقى رشّيتها كنت أنا عايزة أعمله أبيض عشان يبقى شبه بتاع IKEA بالضبط، بس ما نفعش معايا الspray. ليه؟ لإن ده خشب يعني كل ما أرُشّه بيشرب الspray، فهو كان محتاج يندهن بلاكيه أبيض. اللاكيه بيدّي له طبقة تقيلة طبعًا يعني بيشرب بس بتدّي له وِش تاني، فبيبقى إيه، حلو وجميل. فأنا لقيته يعني حتى هو على الطبيعة شكله مش زي التصوير، يعني هو على الطبيعة كمان لقيته مش أبيض اللي هو يعني، حتى شايف الخشب باين من الجنب أهو. فقُلت لأ بقى إيه، ألزّق عليه الsticker. كان عندي الsticker ده برضه sticker رخامي وشكله حلو وأبيض برضه شكله جميل، فأنا استخدمته لزقت بيه كده غلّفت بيه المنظم بتاعي والنتيجة كانت جميلة جدًا، أشيك كمان لمّا يبقى أبيض لوحده. تمام كده. آآ هالزق بقى الرجول برضه بتاعة المنظم. الsticker الرخامي دوّة طبعًا أنتِ ممكن تجيبيه وتلزقيه على الرخام برضه تجددي بيه المطبخ، أو تلزقيه على السيراميك، بيدّي شكل حلو ومش بيبقى باين خالص إن هو sticker، لإن الخامة بتاعته أقوى من الاستيكرات التانية العادية. يعني الsticker اللي أنا كنت باغلّف بيه الكرتونة مش زي الsticker ده، الsticker ده قوي، حتى أنتم لو شايفين هتلاقوا بيبان على الحاجة أصلًا. آآ لزقته أهوّة خلّصت بيه المنظم بقى شكله حلو جدًا، ما شاء الله اللهم بارك يعني. نيجي بقى للحظة اللي إحنا هننظّم فيها الضلفة، وتابعوني برضه لنهاية الفيديو عشان لسه في ضلفة تانية هننظّمها ونعمل لها منظم برضه. هانضّف كده الضلفة من الأول، هامسحها كويس وانضّفها وبعدين أبدأ ألزق عليها الsticker. ولو أنتِ بقى لسه بتشوفيني لحد اللحظة ديّة، تنزلي تعملي لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلِك الفيديوهات الجديدة، واستني مني تنظيمات وترتيبات وحاجات حلوة أوي الفترة اللي جاية، وتجديدات كمان للمطبخ عشان خاطر رمضان. كل سنة وأنتم طيبين يا رب وتنعاد علينا وعليكم الأيام بخير اللهم آمين. أجيب بقى الsticker الحراري اللي أنا كنت لازقاه برضه الفيديو اللي فات، بس هنا بقى المرة دي أنا هالزق الضلفة كلها بالsticker الحراري. هالزق كده الأرضية بتاعة الضلفة، وأكمّل بقى الجوانب والضهرية بتاعة الضلفة. كان جالي تعليق كده من أخت ليّا في القناة يعني، وقالت لي الزقي الsticker على في ضهر الضلفة كمان. أنا كنت سألتكم بقى المرّة اللي فاتت باقول لكم ألزق والّا إيه، ففي واحدة قالت لي الزقي وكده هيبقى شكله أحسن. فأنا قُلت برضه يكون أحسن ونضافة كمان للمطبخ من جوّه. فأنا بقى شِلت الرف ده كده وهانضّفه كويس والزقه برضه بالsticker الحراري، وبعدين أكمّل لزق الضلفة كلّها على بعضها. أهم حاجة وأنتِ بتلزقي الsticker تكوني منضّفة تحته، ما يبقاش فيه تراب، ما يبقاش فيه مَيّة، ما يبقاش فيه حاجة عشان خاطر إيه، يلزق كويس معاكِ. تمام. هنا كنت أنا لزقت سِبت جزء أهوّة باورّيكم الفرق يعني، وهنا كنت خلّصت لزق الsticker كلّه والضلفة كده من جميع الاتجاهات، حتى الجناب لزقت فيها. بقى شكلها حلو جدًا ومنوّر زي ما أنتم شايفين. أحسن كمان من إن أنتِ تدهني يعني، الدهان بيبقى عكة كده ولغوصة، فالsticker أحسن وأنضف كده في الشغل. تمام. كمان الsticker الحراري ده لو حبيتِ إن أنتِ تشيليه في أي وقت بيتشال بكل سهولة، ما بيبوظش حاجة مكانه. تمام. هاركّب بقى الضلفة كده الرف قصدي، وبعدين هارُص بقى الحاجة بتاعتنا اللي إيه، بالمنظمات اللي إحنا عملناها. ده بقى المنظم بتاع الغطيان اللي إحنا عملناه في أول الفيديو. والحِلَل كده الحِلَل الstainless أنا حطيتها في قلب بعضها كده ورصّيتها، بحيث إن تاخدي الحلة وتاخدي الغطا من جنبها، الصينيتين دُولة برضه الغطيان بتاعتهم موجودة برضه في نفس المنظم بتاع الغطيان. تمام.
وده الخلاط والميزان بتاعي والشفشق بتاع الخلاط، وحطيت الغطا في جنب كده عشان الشفشق القاعدة بتاعته رفيعة، لو حطيته يعني معدول ممكن بيقع يعني بسهولة، فأنا حطيته على وشه كده. والمنظم اللي إحنا عملناه فوق اللي حطينا فيه القطع الصغيرة بتاعة الخلاط والحاجات اللي هي الصغيرة اللي انتوا عارفينها دي. ده كده الشكل النهائي للضلفة بتاعتنا. أتمنى يكون التنظيم سهل كده وبسيط ويكون عجبكم، وتنزلوا تعملوا لايك بقى، وندخل بقى على الفكرة رقم 4. هنا بقى الضلفة ديّة اللي هي بتبقى في الرُكن في الزاوية بتاعة المطبخ، تمام. اللي كان عاملها لي طبعًا كانت ضلفة كده على بعضها سايحة على بعضها، ما فيش رف في النُص، فكانت دايمًا مكركبة. هي كبيرة بس ما كنتش باستفاد منها كويس يعني. فقررت بقى إن أنا أعمل لها رف في النُص، وهاعمله بالطريقة اللي أنتم شايفينها دي. أول حاجة جِبت قطعة من الألمونتال. آآ القطعة دي كانت موجودة عندي، بس الألمونتال من اللي هو الجامد، اسمه cladding، تمام. أنا علّمت كده خدت مقاس الضلفة وبدأت إن أنا إيه، أقُص بالمنشار، تمام. عملتها بالطريقة دي كده وقصّيتها بالمنظر ده بالضبط، ده نفس الشكل بتاع الضلفة من جوّه. طبعًا أنا تعبت على ما قِست الموضوع ده كده، يعني موضوع مش سهل، بس أنا إيه، قِست على حاجة زي كرتونة كده، وبعدين قِست عليها وكده وإيه، فأنا مش حابة إن أنا أطوّل عليكم الفيديو. المهم أنا خدت مقاس. أنت طبعًا بتحُط حاجة في أرضية الضلفة وبتعلّمي بكده بقلم، وبعدين بتاخدي الحاجة اللي أنتِ قِستِ عليها وتحطّيها على الحاجة اللي أنتِ هتعملي لها رف وتقُصّي عليها، تمام. جِبت هنا القطعة بعد ما قصّيتها هاغلّفها بالsticker عشان خاطر المنظر بتاعها برضه ما كانش مضبوط، يعني الحروف بتاعتها كانت خشنة شوية كده يعني، فعشان ما إيدي ما تتجرّحش وتبقى الحاجة برضه شكلها نضيف وحلو، آمم لزقتها بالsticker الحراري برضه، عشان برضه تبقى شبه إيه، الضلفة على بعضها. وأنا برضه غلّفت الضلفة كلّها بالsticker زي ما أنتم هتشوفوا دلوقتي. آمم غلّفت الرف بتاعنا الجميل ده بالمنظر ده، بقى شكله حلو أوي ما شاء الله يعني. آآ عجبني الصراحة. هنا بقى رُحت جايبة قطع من الخشب ودقّيت كده، عملت علامات، خدت مقاس كده يعني قسمت الضلفة بالنُص، تمام، بالطول. دقّيت كده بالخشبة ديّة في عشان خاطر هي يبقى هو الحامل بتاع الرف بتاعنا. وزي ما أنتم شايفين كده دقّيتها وإيه، أنا طبعًا ما عرفتش أصوّر لإن المكان ضيّق، يعني الضلفة الباب بتاعها ضيّق، فأنا كنت باصوّر بصعوبة، يعني الحمد لله إن أنا قدرت أوصّل لكم الفكرة يعني. هاحط بقى أركّب الرف زي ما أنتم شايفين كده. طبعًا أنا زي ما قُلت لكم غلّفت الضلفة كلّها بالsticker، بس طلع مش مضبوط شوية لإن أنا ما كنتش عارفة أصلًا أدخل والّا ألزق الsticker لإن المكان ضيّق، فاهمينّي؟ آآ بقى شكله ده في النهائي زي ما أنتم شايفين كده ما شاء الله حلو جدًا وواسع، هو واسع من جوّه، الضلفة واسعة من جوّه، بس أنا مش عارفة أدخل ألزق فيها أو أصوّر فيها كويس، تمام. هابدأ بقى كده أرُص الحاجة بتاعتي في الضلفة. حطيت الصينية ديّة في المكان ده، وجِبت المنظم بقى اللي إحنا عملناه في الأول، حطيته بالطريقة دي، وهابدأ كده أحط عليه المجات والأطباق اللي هي البولات الصغيرة، تمام. هينظّم لي بقى الضلفة أكتر كمان، كده أنا استفدت بالمكان يعني أكتر من الأول. الضلفة خدت حاجات كتير، آآ وبقى شكلها منظّم، وزوّدت لي مساحة يعني زوّدت لي مساحة كمان في المطبخ، لإن أنا عندي المطبخ كمان مش كبير أوي، تمام. ده الشكل كده النهائي. وهاعمل بقى أرُص بقى الحاجات فوق برضه في الرف اللي إحنا عملناه، هارُص بقى الحاجات كده فوق. حطيت فوق الحاجات اللي مش باستخدمها كتير. آمم الخلاط أنا باستخدم التاني أكتر، ده ده الخلاط بتاعي القديم. الkitchen machine الكبة برضه باستعملها مش كتير أوي، لإن هي حجمها واسع، فمش باستخدمها الاستخدام اليومي يعني، كل فين وفين على ما باستخدمها، تمام كده. آمم المطحنة بتاعة التوابل وكده يعني.
كده الشكل النهائي بتاع الضلفة بتاعتي بعد ما نظمتها كده وقسمتها نصين بالشكل ده واخدت حاجات كتير. أتمنى منظمات النهاردة تكون سهلة كده وبسيطة وتقدري تعمليها بسهولة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى يكون عجبكم، متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. حبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.